تصريحات سكيتوي بعد تأهل الأسود لنهائي الشان. بعد معركة كروية حامية الوطيس وتأهل تاريخي لنهائي بطولة إفريقيا للمحليين، خرج المدرب الوطني طارق سكيتوي ليعبر عن فخره بأداء رجاله. في مؤتمر صحفي بعد المباراة الماراثونية التي حسمها أسود الأطلس بركلات الترجيح 5-3 أمام السنغال، أكد سكيتوي أن هذا التأهل لم يأتي من فراغ، بل كان عن جدارة واستحقاق. ووصف المنتخب السنغالي بالخصم القوي والمنضبط تكتيكيا الذي يضم مدافعين أشداء ومهاجمين خطيرين. لم ينكر سكيتوي أن البداية لم تكن مثالية، لكنه أشاد بالروح القتالية العالية للاعبين رغم الإرهاق الواضح عليهم، وأشار إلى أن التغييرات التي أجراها في الشوط الثاني كانت حاسمة ومنحت الفريق الاستقرار اللازم لاستعادة زمام المباراة. المباراة حسمت بتفاصيل صغيرة، وكان علينا أن نظل يقظين حتى النهاية، هكذا أوضح المدرب، مشدداً على أن التبديلات ساهمت في عودة الفريق بقوة. كما خصص المدرب إشادة خاصة لحارس المرمى المهدي الحرار الذي وصفه بالركيزة الأساسية وأثبت قدراته بشكل لافت خلال البطولة. من جانبه تحدث يوسف بلعمري الذي نال لقب أفضل لاعب في المباراة عن صعوبة المواجهة أمام فريق سنغالي متكامل دفاعاً وهجوماً، لكنه أكد أن إرادة الأسود كانت أكبر وأن اللاعبين كانوا على ثقة بقدرتهم على تخطي حامل اللقب. كنا أكثر إصراراً وحماسة للفوز، وجميع اللاعبين قدموا مباراة رائعة ويستحقون هذا التأهل، قال بلعمري. والآن تتجه أنظار عشاق كرة القدم المغربية نحو النهائي المرتقب في العاصمة الكينية نيروبي يوم السبت المقبل، حيث سيواجه المنتخب المغربي نظيره الملغاشي الذي حجز مكانه في النهائي بعد فوزه على السودان بهدف دون رد.